عمله لو انتوا فاكرينه اللي هو في الفيديو الشهير بتاع منطقه الجبل اللي هو لابس بلوفر احمر وده اول واحد دخل على منطقه الجبل وقع من على الجبل وقعه معانا الاستاذ اسامه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسامه عبد القادر بتاع موقعة الجمل، هو ابو شاكر احمر اللي وقع اول حصان في موقعة الجمل. انا عاوز اخواننا اللي ورا الصور المحترمه تسمعني قبل الناس اللي قدام. بعد ما تسمعوني انا اسامه عبد القادر، انا مقاومه الارهاب وحمايه سيد رئيس الجمهوريه السابقه سنه 91. انا يا اخوانا لوجه الله الكريم اللي بيحصل ده لصالح مين؟ قولوا لي لصالح مين؟ لصالح مين؟ قولوا لي لصالح المجلس العسكري. احنا كلنا عارفين المجلس العسكري مش راضي يسلم السلطه. عملنا ايه؟ لو النبي والله انتوا اللي مش راضي بينا انتوا صغار ما تزايدوش علينا. ما حدش بيزايد علينا. اللي زايد علينا يقول لي كان فين من موقعة الجبل كان يوم 28 كان فين؟ ما تزايدوش علينا. وانت ما تزايدش علينا برضه. لا عليا. انتوا بتزايدوا على مين؟ كام واحد؟ بتزايدوا على اخوان 60 سنة معتقل، 60 سنة في محارب، 60 سنة بيدخل المعتقلات، 60 سنة كل واحد جاي حركنا شوية. حرام عليكم. كل واحد بتزايدوا على مين؟ كل واحد فيكم جاي يكلمنا شوية. حرام عليكم. مش مريحينكم ولا الاعلام سايبنا في حالنا. احنا هنعمل لكم ايه؟ نجيب لكم طيب ونمشي. انتوا مش عاجبكم حرام عليكم يا اخوانا. انتوا بنعمل فيكم ايه؟ اول حاجة اللي بيتكلم عن مجلس العسكري خد مجلس الشعب، وبعد مجلس الشعب خد ايه؟ هندخل في الشورى، وبعد الشورى هناخد الباقي واحدة واحدة. انت تتقل اللي منه واحدة واحدة. الموضوع مش عافية. الموضوع لو عافية احنا الوحيدين اللي قادرين ندفع نفس الجمهورية كلها. احنا الوحيدين اللي قادرين. ايد واحدة ايد واحدة ايد واحدة. اللي بيزايد على اخوان المسلمين حكم للشباب قدم زينا. ما حدش قدم زينا. انا اعتقلت الصديقة. انت ما اعتقلتش ولا حد اعتقل. انتوا بتزايدوا على مين؟ حرام. كفاية ظلم. كل الحكومات ضربتنا. حرام عليك. حرام. واحدة نفس البلد بدل ما تيجي تهد عاوزين كفاية. احنا لو قعدنا دلوقتي في الميدان السنة بحالها من السنة اللي فاتت للسنة دي هنقدم ايه؟ حتى ايه؟ ولا تاخدوا حاجة. هيشوفونا في الظلم ومش هيدونا حاجة. كفاية بقى. كفاية ظلم. وأكفي طيب أن الثورة المصرية ليست ثورة إخوان المسلمين، هي ثورة الشعب المصري كله. كلام واضح. ولا يحق لأحد أن يزعم أن الثورة له هو حتى لو لسان نفسه. مش من حقه. الثورة ثورة مصر وثورة الشعب المصري كله. الأمر الثاني إننا بأكد على المعنى اللي بيقوله
يا شباب نبلغكم من حبكم لكارهكم. انتم نبلاء، والنبيل دائما يسر ويرتقي بسلوكه وتصرفه.